وأما العقرب فكان رجلا همازا لا يسلم منه أحد. وأما الضب فإني أريد أن أقفزه. أما الضب فإني أريد أن أقفزه ولا أريد أن أذكره، ولكن يعني الأمانة العلمية. وأما الضب فكان رجلا أعرابيا يسرق الحجاج بمحجنه. هذا الضب هذه كأنها دق فينا يعني. وأما العنكبوت فكانت امرأة سحرت زوجها. العنكبوت كانت امرأة سحرت زوجها. وأما الدعموس فكان رجلا نماما يقطع بين الأحبة. وأما الجري فكان رجلا ديوثا يجلب الرجال إلى على حلائله. وأما الوطواط فكان رجلا سارقا يسرق الرطب من رؤوس النخل. هذه جرائم الحيوانات بارك الله فيكم التي عوقبوا لأجلها. هذه الجرائم يعني أنت إذا رأيت وطواط، والله الماموت ما أدري عنه صراحة. طيب، وفي رواية أخرى يقول لما ركب نوح عليه السلام السفينة ألقى الله تعالى السكينة على ما فيها من الدواب والطير والوحش، فلم يكن منها شيء يضر شيئا. كانت الشاة تحتك بالذئب، والبقرة تحتك بالأسد، والعصفور يقع على الحية فلا يضر شيئا منها ولا يهيجه. ولم يكن فيها ضجر ولا صخب ولا سب ولا لعل حنين. يعني انت بتخيل سفينة؟ لا تخيل سفينة نوح ولا لا؟ كل واحد كده يحط راسه بشويش يفكر فيها واحدة بشويش. سفينة نوح هي البقرة تحتك بالأسد، والذئب يحتك به الشاة. الآن السفينة في البحر، السفينة في البحر تمشي الآن. ولا يهيجه، ولم يكن فيها ضجر ولا صخب ولا سب ولا لعن. قد أهمتهم نفسهم وأذهب الله تعالى حمة كل ذي حمة، فلم يزالوا كذلك. الآن القصة بدأت تصعد، الأحداث فيها بدأت تصعيدية. يقول فلم يزالوا كذلك في السفينة حتى كثرت العذرة، فأوحى الله تعالى إلى نوح أن يمسح الأسد، فعطس كذا يعني عطس، قال عطسي، فعطس فخرج من منخريه هران ذكر وأنثى، فخف الفأر تاتريوه توم وجيري. فأوحى الله تعالى أن يمسح الأسد فعطس فخرج من منخريه هران ذكر وأنثى، فخف الفأر. يعني الأسد عطس، خرج ذكر وأنثى بالغين، وأخذ وراء الفيران. تخيلوهم انتم في سفينة نوح ولا لا؟ سفينة اللي تمشي في الطوفان، هي فيران تجري يعني وراء بسين كذا، هرين يجرون وراء فيران. فخف الفأر وارتاحت السفينة ومدري ايش الصباح. ايوه وسكتوا وعاش الجميع في سلام والى اخر الكلام. طبعا هذا والله مو كلامي، والله هذا من كتاب علل الشرائع، باب علة خلق الهر والخنزير، يعني لماذا خلق الله الهر والخنزير. أي نعم، خرج من منخار الأسد كذا. الرواية تقول فأوحى الله تعالى إلى نوح أن الفأر
فأوحى الله تعالى إلى نوح أن يمسح الأسد عطسي، فعطس فخرج من منخريه هران ذكر وأنثى، فخف الفأر. يعني براءة اختراع توم وجيري لمن؟ براءة اختراع توم وجيري لمن؟ براءة اختراع توم وجيري لمن؟ للرافضة. من المفترض أن نرفع دعوى وأن نعيد حقوق يعني الرافضة الشرعية في توم وجيري للرافضة. براءة اختراع توم وجيري للرافضة. لماذا عطس الأسد؟ لماذا عطس الأسد وماذا خرج من أنفه؟ ماذا خرج من أنف الأسد؟ حياك الله يا مروك. أيوه، عطس خرج من أنفه ماذا؟ عطس فماذا خرج من أنفه؟ بارك الله فيكم. هرين. لماذا يعني ما عمل هذه القطط والهرر والهر يعني إيش غرضهم في الحياة الدنيا؟ إيش غرضهم؟ عملهم في الحياة الدنيا يجروا خلف الفئران. فبالتالي براءة اختراع توم وجيري لكتاب علل الشرائع للصدوق وللرافضة يعني العموم، براءة اختراع توم وجيري للرافضة. فعطس الأسد فخرج، عطس الأسد فخرج من أنفه أو من منخريه هران ذكر وأنثى، فخف الفأر. فخف الفأر يعني عطس خرج بالسن على طول راح يجرون ورا الفئران، والفئران تختبي هنا وتشرد هنا، واللي يطيح في البحر واللي يطلع فوق السارية هذه، والبسوس تجري وراه يعني. هذه يعني شوية فكاهات رافضية. بارك الله فيكم. لك المايك يا خوالد، أنا ببعد شوي.